السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائنا في كل مكان. مع برنامجكم قعدة الكوير. إن شاء الله نبدأ في أخبار المحلية والعالمية وآخر المستجدات. أول خبر معانا للنادي الأهلي في المعسكر اللي هيقام في تونس. نزلت مواعيد المباريات. أول مباراة الأهلي وشباب قسطنطينية يوم 21 يوليو، يوم 25 الأهلي والترجي، ويوم 27 أو 28 الأهلي والنجم الساحلي في. الخبر التاني معانا وهي البدائل المحتملة لوسام أبو علي. الأهلي حط القائمة على رأس القائمة مصطفى محمد، ثم يوسف سالتش. يوسف سالتش ده معصلة الدنيا، وأخيرا أسد الحملاوي لاعب الفلسطيني. الخبر التالت مصطفى محمد، طبعا النادي الأهلي بيحاول التفاوض معاه. دخل على الخط بشك شهير وهو الأقرب حتى الآن لحسم المفاوضات، وفي كمان نادي فرنسي والجزيرة الإماراتي. ديربي كاونتي في كلام ان هو مهتم بالتعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا. ديربي كاونتي ده احد فرق الشامبيونشيب يعني. الخبر الثالث معانا سيراميكا كليوباترا يطلب ضم الدبيس، والاهلي رفض وطلب ضم احمد عبد القادر بصفه نهائيه، ولكن الاهلي يرغب في طلوعه على سبيل الاعاره. طبعا دي الصفقات المقابله لضم الاهلي لمحمد شكري اللي هو الظهير الايسر، وشراء عقد بيكهام بصفه نهائيه. في كلام كمان ان علي ماهر مهتم بضم عمر كمال عبد الواحد، وفي مقابل ان يحصل الاهلي على احمد هاني. رضا سليم في مفاوضات متقدمه مع الوداد المغربي اللي هو بيطلب ضمه سريعا. لكن طبعا لسه الامور واقفه على المقابل المادي، لان احتمال يبقى المقابل المادي ضعيف. وسام ابو علي وحيره وسام ابو علي. تفاصيل صفقة وسام: مطالب الأهلي 10 مليون دولار، وفي 500 ألف حال تسجيله عدد أهداف معينة، ومليون دولار حال تسجيله عدد أهداف معينة، وحال حصوله على لقب محلي، ومليون ونص دولار حال حصوله على لقب قاري. الأهلي يستهدف ضم ياسين مرعي مدافع نادي فاركو لتعويض طبعا حال رحيل أشرف داري. في كلام كمان إنه حتى مع رحيل أشرف داري ممكن يتم التفاوض مع مدافع تاني بالإضافة لياسين مرعي. المدافع ده هيكون واحد من اتنين، يا إما علي يوسف المدافع الليبي، وعلاء غرام المدافع التونسي. طبعا ده كان خرج لفريق شختار ب2 مليون يورو، لعيب كبير جدا يعني، اعتقد هتبقى صفقة جامدة جدا. الأهلي في مفاوضات متقدمة لتجديد عقد إمام عاشور بعد رفضه عدد من الإغراءات المالية من أندية الخليج وخاصة السعودية. الأهلي منح الضوء الأخضر لبلال عطية عشان يخرج فترة معايشة في نادي شتوتجارت الألماني، وهتبدأ من 25 يوليو حتى 5 أغسطس 5/8، اللي هو تقريبا قبل بداية البريمير ليج والدوريات الأوروبية. الأهلي في كلام إنه خلاص هيرفض أي عقد لأحمد رضا، لأن كان في كلام من رحيله، لكن الأهلي واضح إنه هيتمسك بالله. أسد الحملاوي وصل إلى رومانيا عشان يخضع الكشف الطبي، ينضم لأحد الأندية هناك. الزمالك توصل لاتفاق مع أسامة جلال إن هو خلاص بيضعه في الأولويات، وبيحاول يوصل معاه لاتفاق نهائي لضمه. وكمان الزمالك بيهتم بضم محمود زلاكة. طبعا الكلام ده حال بقاء إبراهيم عادل في بيراميدز، فبيراميدز هيوافق على انضمامه لنادي الزمالك. بيراميدز ينفي مفاوضاته مع اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك. كان في كلام إن هو بيتفاوض معاه، لكن بيراميدز نفى هذا الكلام. وصل لاتفاق مع رمضان صبحي لتجديد عقده لمدة 3 سنوات. نجح بيراميدز في التوصل لاتفاق مع رمضان صبحي. الزمالك يتوصل لاتفاق مع عبد الله السعيد لتجديد عقده لمدة موسمين على حوالي 40 مليون جنيه أو 35 حاجة في الرينج ده لمدة موسمين. كمان أحمد عاطف لاعب نادي الزمالك خرج إعارة لطلائع الجيش. المهدي سليمان ينضم لنادي الزمالك في صفقة انتقال حر من نادي الاتحاد السكندري. نادي كهرباء الإسماعيلية بيضم ثلاثي، طبعا ده الصاعد حديثا للدوري الممتاز، اللاعب ونجم لمدة موسمين، نجم الزمالك والوداد السابق طبعا عمر السعيد واللاعب محمد فاروق. نادي الصفاقسي التونسي يضم لاعب الزمالك السابق متيابة اللي كان محترف في الدوري الفرنسي. الزمالك يبدأ مفاوضاته لضم عمرو ناصر لاعب نادي فاركو، الزمالك كان بيستهدفه من فترة وبدأ مفاوضات فعلية لضم اللاعب. وايضا الزمالك يتفاوض مع البنك الاهلي على ضم احمد ربيع مقابل مصطفى الزناري ومصطفى شلبي، وفي جلسة قريبة هتحسم الصفقة بين الناديين. جماهير ليفربول تطالب برحيل دياز نجم الفريق بعد عدم حضور الجنازة وعدم تقديره لصديقه المتوفى طبعا في المأساة دييجو جوتا. تذكر ان جوتا كان رفع قميص دياز اثناء اختطاف والده
فطبعا الجماهير مستاءة من اللي عمله دياز مع نجمهم. وبعيد مباريات نصف النهائي ان شاء الله يوم الثلاث عندنا مباراة باريس سان جيرمان والريال، يوم الاربع ويوم الثلاث مباراة تشيلسي وفلومينينسي. المباراتين هيكونوا الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. ليونيل ميسي واصل توهجه في احد الليالي المميزة ليه في امريكا. طبعا ميسي سجل هدف خرافي بالاضافة لصناعته هدف اخر، فيعني قدم مباراة عظيمة جدا. قدوس نجم وست هام يتمسك ويضغط على إدارة وست هام للموافقة على رحيله لنادي السبيرز توتنهام بعد ما تقدموا بعرض ضم. جمال موسيالا الصحافة الألمانية قالت إنه هيغيب لمدة حوالي 5 شهور بسبب الإصابة القوية، ممكن توصل كمان ل6 شهور. طبعا كان حصل إصابة قوية جدا ليه في مباراة باريس سان جيرمان لجامعة الفريقين. الهلال توصل لاتفاق نهائي مع عبد الرزاق حمد الله لعدم استكمال الإعارة طبعا بعد خروج الهلال من بطولة كأس العالم للأندية. بورتو البرتغالي يعين المدرب الإيطالي فرانشيسكو فاريولي مديرا فنيا للفريق. حسب ديفيد أورنستين الصحفي الموثوق إن أرسنال اتفق مع جوكيراس بعقد هيوصل لمدة 5 سنين. المهاجم المرعب مهاجم سبورتنج لشبونة خلاص يعني أنهى اتفاقه مع نادي أرسنال. حسب صحيفة سبورت خلال الأيام القادمة قد يتجه برشلونة للتعاقد مع لياو، والميلان حط 70 مليون يورو كقيمة في حال رغب برشلونة في ضم اللاعب. أرسنال يعلن التعاقد مع زوباميندي مقابل 51 مليون يورو. طبعا الصفقة دي كانت منهية أصلا من الشتاء اللي فات. زوباميندي حول سبب انضمامه إنه فريق شاب ومتحمس للغاية وطموح، وإن الأفضل لم يأتي بعد. هذه لحظة كبيرة في حياتي المهنية، إنها الحركة التي كنت أبحث عنها واحدة. أردت القيام بها بالطبع. إن هناك تغيير كبير لكن مستعد للبدء. أعتقد زوباميندي ممكن يقدم مستوى كبير مع نادي الأرسنال، ديفندر مميز جدا. صحيفة ميرور قالت إن رونالدو ما حضرش جنازة جوتا حتى لا يتم الصخب الإعلامي، وإنه ما يأثرش على مراسم الجنازة. وكمان قالت إن صلاح بيمر بحالة سيئة جدا لذلك أيضا ما حضرش الجنازة. أرسنال يقترب من ضم مدويكي من تشيلسي لمدة 5 سنين. في كلام ان الصفقة قد تصل ل50 مليون يورو، وان ارسنال مهتم جدا بضم اللاعب، لكن لسه موقف تشيلسي مش واضح من الصفقة. توتنهام يتقدم بعرض لضم قدوس. طبعا وست هام رفض العرض اللي وصل 50 مليون يورو، وقدوس بيضغط عشان ينتقل لنادي السبيرز توتنهام. مان يونايتد يتحرك للتعاقد مع كالفرت لوين في صفقة انتقال حر. طبعا تبقى صفقة مجانية، فاعتقد انه هيكون مقبولا انه يكون صفقة انتقال حر. فيكتور اوسيمين رفض عرض الهلال اللي وصل لراتب 40 مليون دولار كراتب، فبس اوسيمين رفض العرض. تشكيلة الافضل لربع النهائي حسب سوفا سكور كان فيها نجم الهلال كوليبالي، وكان موجود ايضا كوكريا وبالمر وكيليان امبابي والحارس دوناروما، وطبعا النجم المغربي اشرف حكيمي. إدريسا جاني يجدد عقده مع ايفرتون حتى صيف 2027. طبعا هو نجم المنتخب السنغالي. فلوريان فيرتس يعود يوم الثلاث ان شاء الله لليفربول من اجل استكمال التحضير للموسم الجديد. وبكده تكون انتهت اخبارنا، واتمنى بتشاركنا برايك وتقول لنا توقعاتك لمباريات نصف نهائي كاس العالم للانديه. اتمنى تدوس لايك واشتراك للقناه، واتمنى تعملوا شير. ان شاء الله عندنا فيديوهات تانية نتكلم فيها عن تحليل المباراة النهائية بالكامل ان شاء الله، بس لما نعرف الاول مين اللي هيتأهل. ان شاء الله اتوقع ريال مدريد وتشيلسي، كنا عملنا فيديو التوقعات. فانا اتمنى تشاركونا برايكم في التعليقات، والسلام عليكم.